السلام عليكم. سيد عبد الحفيظ احنا شفناه في بعض الفيديوهات وهو بيعمل ببقه حركات كده كلها شتيمة وإهانة لمواطن مصري، وهو حكم مباراة سيراميكا والأهلي الكابتن المحترم الخلوق محمود وفا. هو شتمه والشتيمة واضحة وباينة، وبدل المرة 6 مرات شتمه 6 مرات وواضحة جدا. واللي صوره واحد من جماهير الأهلي، يعني واحد منهم اللي صوره ونشرها على اليوتيوب وظهر عند كل الناس. فأنا عايز أعرف دلوقتي الدولة هتاخد معاه إيه؟ إيه الإجراء اللي الدولة هتاخده معاه إن واحد بيسب واحد كده علنا؟ يعني نتمنى إن صوتنا يوصل للمسؤولين. وبقول لسيد عبد الحفيظ، يعني أنت راجل المفروض إن أنت بتصلي، ما ينفعش واحد بيصلي يطلع الكلام ده. ثم انت المفروض او الطبيعي ان انت واجهة لنادي الاهلي. لما تكون انت واجهة لنادي كبير، نادي شعبي، ما ينفعش ان انت تطلع تغلط كده بالالفاظ القذرة دي. يعني عيب ان انت تقولها، ما يصحش. احنا بنعلم الاجيال اللي طالعه الحاجه الحلوه، مش بنعلمهم الفساد، مش بنعلمهم الشتيمه. فاتمنى ان الناس دي يا جماعه يعني ما تظهرش كتير في الاعلام، لان كده بيضروا بابنائنا. ولا ايه يا زملكاويه؟